مساء السعادة على أجمل متابعين. طبعا دلوقتي الدنيا برد وعايزين أي حاجة كده تدفينا في الشتاء، والنهاردة هنعمل مع بعض شوربة العدس، بس بالطريقة بقى المظبوطة والمقادير المظبوطة بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. بجد جميلة قوي، حاجة كده تدفي قوي في الشتاء. جنب منها كده مخلل، جنب منها كمان مقبلات، حاجة كده حلوة قوي. يلا بقى نبتدي وصفتنا. بس قبل ما نبتدي الوصفة حبايبي، متنسوش لايك وشير للفيديو لو عجبكم، سبسكرايب للقناة لو أول مرة بتشوفيني. أنا اسمي كراميلا ودي قناتي كراميلا الشيف الصغير. متنسيش بقى تعملي سبسكرايب للقناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك إشعار بكل جديد أنزله. بداية هنا أنا حطيت زيت زيتون، حطيت حوالي معلقتين مش كتير يعني، عليهم كده بصلاية متقطعة مكعبات. ومع البصلة دايما يا جماعة أول ما نيجي نشوح البصلة في أي وصفة أيا كانت هي ايه، جربوا بس كده تحطوا ذرة ملح معاها، صدقوني بتفرق قوي 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 في الرائحة نفسها كده بتاعة البصل، تخلي ليها كده رائحة نفاذة جدا وجميلة قوي. هي ذرة ملح مش أكتر. واول كده ما البصلة تدبل يعني، مش هتحمر او هتصفر، لا يا دوبها كده تدبل، وهبتدي ان انا انزل بالمكون التاني معايا وهو التوم. يعني كده فصين 3 توم مش كتير كده، قطعيهم بقى فروميهم ايا كان ايه، وهتحطيهم كده على البصلة، هيدوا نكهة كمان جميلة جدا جدا معاكي. انا بشوف ناس كتير بتعمل شوربة العدس على طول بتحط المية وفوق منها كل مكونات شوربة العدس. لا صدقوني الخطوة دي بتفرق قوي قوي في طعمها في الاخر. حوار ان انا اشوح كل خضار كده لوحده شوية، لا ده حاجة خرافة بصراحة، بتخلي طعم شوربة العدس حلو قوي. بعد كده نزلت بقى بجزراية مقطعة طرنشات، مكعبات، بصي براحتك، كده كده كل ده هيتخلط معايا. نشوحها كده شوية حوالي دقيقة او دقيقتين كده، وهننزل على طول بالمكون التاني معانا وهو البطاطس. بطاطس بقى متقطعة مكعبات، طرنشات، مكعبات كبيرة صغيرة، وكل ده هيستوي وهيتخلط مع بعضه، هنضربه مع بعض. طبعا يعني اخر حاجة بتستوي في الخضار ده هو الجزر، علشان كده نزلنا بيه هو في الاول. طيب دلوقتي عشان الدنيا ترطب كده معايا واديها اللون الجميل اللذيذ ده اللي شفتوه في بداية الفيديو، فانا هضيف طماطمية واحدة بس متقطعة مكعبات بالشكل ده. وكل ما اضيف اي مكون بديله كده تقليبة واتنين وخلاص، مدة دقيقة اتنين وبنزل بالمكون اللي وراه. فدلوقتي اخر حاجة حطينا الطماطم، اديناها تشويحة، وعلى طول هننزل بالعدس. العدس الاصفر انا هنا كنت غسلاه كويس ونقعاه كمان شوية، يعني حوالي مثلا كده يعني 10 دقايق مش كتير، وممكن كمان ما تنقعيهوش، دي يعني خطوة اختيارية. وهنبتدي بقى كده على طول ايه، نغمره بقى كده بالمية. طيب ايه بقى اللي هيديني نكهة كده لذيذة وحلوة قوي؟ مكعب من مرقة الخضروات، بجد يا جماعة بيخلي الطعم بتاع الشوربة وهم، بجد خطير، جربوه مش هتندموا. ننزل كده بالمية، تكون مية مغلية، ونسيبها كده يعني لغاية ما بتبتدي تغلي شوية. وهنبتدي دلوقتي ايه، نغطي الحلة. اول ما تبتدي تغلي قوي كده هنبتدي ان احنا نهدي عليها النار، وما بين كل شوية والتانية بنروح ونيجي كده نقلب فيها شوية، ولو احتاجت مية تاني بنحط لها، بس تقريبا مش هتحتاج. دي بقى الجزراية، لان احنا قلنا في البداية ان الجزر ده اخر حاجة بتستوي في الخضار ده، يعني انشف حاجة في الخضار، فبياخد وقت شوية في السوا. فطول ما الجزراية كده الشوكة هرستها خلاص، يبقى كده الشوربة عندي بقت جاهزة ان هي تنضرب. طيب دلوقتي هنحط كده كمان افتكاسة كده، وهي بشر الليمون. بشر الليمون بيدي طعم مميز قوي 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 لشوربة العدس. ما تجريش في الفيديو، تابعيني لاخر الفيديو لاني بقول كل حاجة خطوة بخطوة. خلاص بقى كده هبتدي ان انا احطها هنا في شفشق الخلاط، ممكن عادي لو عندك هاند بلندر هتضربيها في الحلة تمام.
في الكبة مش هنقول حاجة، اهم حاجة اضربيها كويس قوي قوي لغاية اما تنعميها بالشكل ده. طبعا دلوقتي هيبقى القوام تقيل شوية معايا من بعد ما ضربتهم، لان طبعا البطاطس فيها نشويات، بلس ان كمية المية اصلا قلت. فدلوقتي هبتدي ان انا اضيف مية. انا هنا ضفت مية مش كتير قوي يعني حوالي مثلا نص كوباية لكوباية على حسب ما انت تشوفي. انا هنا شطفت الشفشق بتاع الخلاط وكبت المية بتاعته. زي ما انتم شايفين كده ان احنا لسه هنسيبها كمان تستوي حبة، فلسه قوامها هيتقل عن كده. دلوقتي بقى هنبتدي نظبط الملح ونشوف هنحط ايه من التوابل. انا هنا ظبطت الملح، حطيت شوية من الملح تاني. طبعا انا هنا حاطة مرقة، وكمان حاطة ذرة كده من الملح مع البصلة. فدلوقتي هحط ملح نسبة قليلة علشان اشوف بعد كده الطعم هيظبط ولا هنحتاج ملح تاني. طبعا كل واحد والمذاق بتاعه. حطيت هنا رشة كمان من الكزبرة من الفلفل الاسود، واقلب بقى كويس قوي. وهنضيف هنا كمان شوية كده من الفلفل الاحمر، لكن طبعا على حسب الرغبة. لو مش حابة تكون كده يعني مشطشطة شوية خلاص متحطيش، يعني مش هنحط بهارات كتير. خلاص كده التوابل بتاعتنا خلصت. ونقلب بقى كويس كده. واخر حاجة هنحطها هي عصرة ليمونة كاملة، عناصر ليمونة كده ونحطها، بتخلي كده الشوربة مزيزة كده وحلوة ولذيذة وطعم لا يقاوم بجد. كل اللي بيدوق من ايدي الشوربة دي بيشكر لي قوي قوي فيها وبيقولي ما شفتش شوربة عدس بالجمال ده. فبجد انا يعني بكل امانه بقول لكم كل الخطوات، يعني انا بجري الفيديو بس كسرعه لكن ما بنقصش منه اي خطوه. وده القوام بتاعها بقى. قدميها بقى في الاطباق او المجات اللي متوفر عندك. ودلوقتي بقى كمان هنديها كده شكل حلو وطعم كمان لذيذ شويه، وهو البصل المحمر. في طاسة تانية يعني صغيرة كده جبت بصلاية قطعتها مكعبات صغيرة، ومعاها كده ملعقة من زيت الزيتون وحمرتها. وطبعا لون البصلة ده يرجع لك انتي، انا بحب لونها مغمق شوية زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي انا هزينها ازاي. انا هنا عملت كمية العدس ما كانتش كبيرة قوي، كانت كوباية ونص بس، لكن عملت معايا كمية حلوة. طبعا ده بسبب ان احنا ضفنا جزر وبطاطس والاضافات اللي احنا عملناها دي. جنب منها بقى كده حبة مخلل. المخلل ده احنا كنا عاملينه مع بعض على القناة، هسيب لكم اللينك بتاعه اسفل الفيديو في صندوق الوصف، يا ريت ترجعوا له لو حابين. زينتها هنا بالبصل المحمر. ممكن ما تزينيهاش خالص عادي وتحطي البصل معاها وتقلبيه من البداية. في ناس كمان يعني ما بتحبش اضافة البصل. الوصفة دي دايت بكل حاجة فيها لانها اصلا بزيت الزيتون، يعني بزيت صحي، مفيش اي حاجة فيها غير البصل المحمر. وممكن ما تستخدميش الخطوة دي، تستغني عنها. نقدم جنب منها كده مخلل او مقبلات، اللي هو المقرمشات اللي بنعملها بالعيش الشامي في البيت. لكن طبعا لو الوصفة كانت للدايت مش هنعمل كده. تنسوش بقى يا حبايبي اللايك والشير للفيديو لو عجبكم، سبسكرايب للقناة. باي باي، اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة.